انا من النوع اللي بميل للافلام اللي بيبقى فيها اطفال، لان انا بحب اخش السينما ومعايا اولادي، ما بحبش اخش لوحدي لانهم بيزعلوا مني جدا. ومن وجهة نظري ان اي فيلم فيه مجموعه كبيره من الاطفال بيكون من الافلام الصعبه جدا في تنفيذها. وطبعا عشان اشتغلت في شغلانه الاخراج دي فانا بقدر متاعب المهنه كويس قوي، وعشان كده قررت اتكلم معاكم الاول عن فيلم اللعبه مع العيال قبل فيلم اهل الكهف. بس طبعا قبل ما نتكلم مع بعض عن اي تفاصيل تخص الفيلم، اوعى بقى تنسى تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتشترك في القناه عشان يوصلك كل حاجه جديده احنا بنعملها، وعشان تساعدني اكبر لان انا مش اكبر غير بيك انت وبدعمك انت. بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصه ولا مناظر؟ مناظر. احلى من الشرف مفيش. فيلم اللعبة مع العيال من بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم السمرة وبيومي فؤاد وويزو ومصطفى غريب وحجاج عبد العظيم. بتدور قصة الفيلم حوالين علام المدرس اللي بيلعب دوره محمد إمام، وعلام هو شغال مدرس غصب عنه، هو نفسه يبقى فنان لكن والده حجاج عبد العظيم غاصب عليه يشتغل مدرس، لأن عيلة حجاج عبد العظيم أو عيلة محمود النخعاوي كلها مدرسين وما ينفعش الأوضة بتاعت السنتر بتاعته تخرج لحد غريب. عشان كده كان لازم علام يشتغل مدرس، وكان لازم علام برضه يتجوز بنت عمته ويزو واللي بتلعب دور شخصية أرواح. لكن علام بيقرر بعد ما يتجوز على طول إن هو يهرب ويسيب القاهرة، وبيقدم على وظيفة مدرس في شرم الشيخ، عشمان بقى في البحر والبيكيني والمايوهات. لكن لما بيوصل شرم الشيخ بيتفاجئ مفاجآت كتير جدا، ودي كده قصة الفيلم بمنتهى البساطة. الفيلم من تأليف وإخراج المخرج الكبير جدا شريف عرفة، ويمكن دي التجربة العاشرة ليه في التأليف، لأن شريف عرفة قبل كده ألف لنا حاجات كتير وأهمهم بالنسبة لي فيلم الناظر. واللي فيكم ما يعرفش الفيلم ده كان هيبقى اسمه الأستاذ، وكان هيبقى البطل بتاعه أحمد عز، لكن تم تغيير الاسم للعب مع العيال لما محمد امام هو اللي بقى البطل. وطبعا ده في اسقاط على الماضي لان شريف عرفة عمل مع عادل امام اللعب مع الكبار. طبعا انا سامعك وانت عمال تسال يا ترى الفيلم كان حلو ولا لا، اخشه سينما ولا خساره في الفلوس. حالا هنتكلم مع بعض على الايجابيات والسلبيات اللي انا عارف ان انت قاعد ومستنيها. اول ايجابيه معايا في الفيلم زي ما قلت لك في المقدمه هي الاطفال. مبدئيا كده وجود الاطفال بيدي بهجه وبيدي روح مختلفه لاي عمل سينمائي، خصوصا لو الاطفال الموجودين دول موجودين بناء على ترشيحات الموهبه مش موجودين مجامله، وده اللي حاصل معانا في فيلم اللعب مع العيال. كل طفل موجود هو كان اختيار دقيق ومميز، كان في عين مدققه وثاقبه بتنقي الاطفال دول. وطبعا في تفاوت ملحوظ بين الاداء التمثيلي بالنسبه للاطفال، لكن الاطفال كلها كانوا حلوين، ويمكن اعلى واحد فيهم كان حنيظه اللي انتوا شفتوه كلكم في الاعلان. تعبان ميت بقى شهرين ومن قبل ما يموت اتخبط على راسه خلاها عمل كده. وعايزك تتخيل معايا ان الاطفال دول ماسكين 50% من الكوميديا بتاعه الفيلم. اكتر مشاهد انا ضحكت فيها اللي كان فيها الاطفال، فبالنسبه لي الكاستنج واختيار الاطفال دول كان موفق ومميز جدا. تاني ايجابيه هتكلم عليها معاكم هي ويزو. طب ليه ويزو رقم 2؟ لان انا كنت دايما بطلع انتقد تريقتها على نفسها وتريقتها على وزنها وجسمها، على الرغم انها هنا في الفيلم تقريبا في نفس القالب، لكنها قدمته بطريقه مختلفه. اول مره تقبل النوع ده من الكوميديا اللي بتقدمه ويزو، شايف ان اللي عملته في الفيلم ده هو خطوه حلوه في مسيرتها، حتى لو واخده نفس الطريقه ونفس الستايل لكنها واخداها من زاويه بعيده تماما. انا مش حابب ولا عايز احرق لك الاحداث، لكن هنا ويزو طالعه كابتن جيم، فقدراتها الجسمانيه او ستايل جسمها قادره توظفه صح. وفي مشاهد حلوه جدا بينها وبين محمد امام قدرت تستخدم فيها ستايلها وقوتها البدنيه وطلعت منها ضحك كتير جدا. من الايجابيات اللي معايا برضو في الفيلم هي عوده حجاج عبد العظيم. الراجل ده ما بيقدمش مهما حصل، دايما ليه حضور طاغي ومختلف عن اي كوميديان تاني. انا مش عارف هو الفتره اللي فاتت كان مختفي فين وبعيد عن السينما كده ليه، لكن دوره وعودته للفيلم ده حقيقي متميزين جدا. ومن الايجابيات اللي معايا برضو في الفيلم هي الاداء التمثيلي لباسم السمره، رغم ان انا سامع انتقادات كتير جدا مش عارف ليه. انا شايف ان الراجل عامل اداؤه حلو قوي، والكاركتر اللي بيلعبه واحد من اصعب الشخصيات، خصوصا لو انت ماسك اللغه زي ما هو ماسكها كده. باسم السمره فضل محافظ على اللكنه واللغه طول الفيلم، ودي حاجه تحسب له، وقدر برضو خلال كل ده يطلع منها كوميديا وضحك. عموما انا استمتعت بباسم السمره جدا وبادائه. ومن المميزات اللي معايا برضو في الفيلم بيومي فؤاد. اتفق او اختلف معاه براحتك، لكن الراجل ده كوميديان قوي جدا، وخصوصا في الفيلم ده قدر يخلق نوع جديد من الكوميديا وعامل لنفسه لازمه انا خارج بقولها لحد النهارده. ودي حاجه مش سهله انك لما تخش الفيلم وتخرج منه تلاقي افيه او افيهين معلقين معاك، اعرف كده ان الكوميديان ده نجح في مهمته. لكن عندي معاه مشكله واحده هبقى اقولها في السلبيات. وعشان نبقى اتكلمنا عن كل الممثلين في الاداء التمثيلي هنتكلم دلوقتي حالا عن محمد امام. انا بالنسبه لي محمد امام قدم واحد من الاداءات المتميزه، لان الشخصيه بتاعته فيها تحولات كتير قوي. الجزء الاولاني في الفيلم بنشوفه بستايل، والجزء الثاني بنشوفه بستايل، والجزء الاخير بنشوفه بستايل ثالث خالص، واللي محدش يقدر ينكره
غير انه محمد امام كل فيلم بيتطور عن الفيلم اللي قبله. هو يمكن انا فعلا ما عجبنيش اداء محمد امام في فيلم ابو نسب قوي، لكن الفيلم ده احسن بكتير لان فيه تحولات كتير في الشخصيه. ومن الاجابات اللي معايا برضه في الفيلم هي الفويس اوفر اللي كان عامله ماجد الكدواني، كان حلو قوي ومودي الفيلم في حته تانية. ومن الحاجات اللي عجبتني جدا في الفيلم هي ابراز المناطق الحلوه في مصر. الكاميرا والتصوير والكادرات عايزه تجيب المناظر الجميله في مصر. شفنا شرم الشيخ اللي رحناها كتير كلنا بعين مختلفه برؤيه جديده، ودي حاجات لازم تطلع في السينما وفي الافلام اكتر واكتر عشان اي حد يجي يتفرج على افلامنا يبقى عنده فكره مصر عامله ازاي، مش دايما نعرض العشوائيات والحاجات الوحشه بس، لا عندنا كمان حاجات حلوه ومناظر خلابه. عجبتني جدا اسماء جلال في دور كمامه، ايوه هي كان اسمها كده في الفيلم، بس اللي عجبني اكتر ان اللكنه بتاعتها ما هربتش خالص طول الفيلم. ده غير انها وهي بتعمل المكياج والميك اب بتاعها اهتمت جدا انها تاخد التون بتاع البدويات، وكان حقيقي حلو جدا ولايق عليها. الصحراء كل ما تغوط فيها تشوف جمالها. طب ايه يا عم مايكل، الفيلم ما فيهوش اي سلبيات؟ الفيلم جامد قوي كده؟ لا طبعا الفيلم فيه سلبيات وهتكلم عليها حالا دلوقتي. اول سلبيه خدت عيني على طول في اول 10 دقائق في الفيلم هي الجرافيك. محمد امام بينط من بلكونه على تنده، والمفروض بقى ان التنده دي بتنطره لحته ثانيه، معمول الجرافيك هنا بمنتهى الرخص. ومش بس كده، لا الجزء الثاني في الفيلم فيه ذئب. الذئب ده معمول ب 2 جنيه حرفيا، محدش تعب فيه، محدش كلف الجرافيكس. يا جماعه في شركات كبيره ممكن تشتغل على الموضوع ده، عندنا شركه زكرو، عندنا شركه اروما، في كذا شركه ممكن تعمل شغل احسن من كده بكتير. انا كان معايا اولادي واولاد اصحابي صغيرين 7 سنين و6 سنين، خدوا بالهم ان الذئب ده كرتون، ودي حاجه تضايق ان احنا نبقى في 2024 ولحد النهارده في افلام حلوه وافلام نجوم كبيره مش قادرين يعملوا الجرافيك كما يجب ان يكون. ومن السلبيات اللي معايا برضه في الفيلم هي اللكنه اللي كانت بتهرب من كتير من النجوم، خصوصا بيومي فؤاد. يعني انا كنت قادر احس ان كتير قوي من اللي موجودين في الفيلم عارفين يلعبوا دور العربويه، دور الناس اللي عايشين في شرم، لان انا رحت شرم وطلعت سفاري واتكلمت معاهم كتير. انما بيومي فؤاد انا ما كنتش قادر افهمه، انت صعيدي ولا فلاح ولا عرباوي ولا بورسعيدي ولا انت منين بالظبط يا حاج؟ على الرغم ان هو عمل اداء متميز جدا طول الفيلم، انما اللكنه لما كانت بتهرب كنت انا بتضايق بصراحه. وده ليه؟ لان انا كنت احب اعيش في الاحداث اكتر واحب اعيش الموضوع باتقان اعلى. عندي مشكله كبيره في الفيلم مربوطه بالتاليف والاخراج والاداء وشويه تفاصيل كده هي متصله ببعضيها. مبدئيا وانا بتفرج على الفيلم حسيت في اوله كده ان هو عايز يناقش قضيه التعليم في الاقاليم عامله ازاي، لكن بعد شويه كده لقيت الفيلم بياخدني في موضوع تاني خالص، والعدو وحبات الرمل دي عارفه اصحابها وشويه تفاصيل تانية كتير قوي جوه الفيلم. فانا ما بقتش قادر افهم الفيلم عايز يناقش ايه بالظبط، قضيه التعليم وازاي التعليم كان مهمل من ساعه 2010، ولا عايز تتكلم عن الاغراب اللي بيحاولوا يوصلوا للبلد ويحاولوا يخشوا وسطنا لكن هم ما لهمش مكان لانهم اغراب. طيب نركن الموضوع ده على جنب ونخش على تاني حاجه. انا بقيت حاسس ان في محاوله استنساخ لروح فيلم الناظر وروح افلام تانية كتير. حتى لو المخرج هو صاحب الاعمال دي، انا شايف ان خلاص العمل ده نجح وخلص، لازم تقدم موضوع تاني مختلف. انا فاهم ومدرك كويس ان المخرج بيبقى عنده رؤيه وعنده هموم داخليه شغلاه، بس ده مش معناه ابدا ان احنا ناخد نفس الكادرات ونفس الستايل اللي نجح معانا سنه 2000 في فيلم الناظر. في مشاهد وكادرات كده لو انت شفت الاعلان هتلاقي شبه كتير قوي في فيلم الناظر، وده بصراحه انا ما كنتش مستنيه من مخرج كبير زي شريف عرفة، لا كنت مستني منه حاجه مختلفه تماما، مستني منه ابداع، مستني منه تميز، مستني منه الابتكار. اصل لو الابتكار ما جاش من عند واحد زي شريف عرفة هيجي من عند مين؟ والمشكله اللي معايا بعد كده هي الايقاع. الفيلم مدته تقريبا ساعتين وربع، وعايز اقول لك ان في اوقات كتير جدا كنت بحس ان انا قاعد ملان، خصوصا في النص الاولاني في الفيلم اللي هو قبل البريك اللي كان فيه تقديم الشخصيات. كان ممكن نقصر مده الفيلم شويه ونخليها ساعتين، نخليها ساعه و50 دقيقه، بس نحاول نقلل ساعات الملل ولحظات الملل. انا استفدت ايه ان انا اتفرجت على فيلم ساعتين وربع، لكن انا في اوقات كتير كنت قاعد زهقان. وفي النهايه عشان ما اطولش عليك، فيلم اللعبه مع العيال فيلم لطيف جدا مناسب ليك والاجواء الاسره، تقدر تتفرج عليه انت واولادك وتاخد كمان اولاد العيله كلهم وتروح تستمتع بيه. وانا شايف ان الفيلم كان ممكن يطلع احسن من كده بكتير، لكن تقريبا عشان احنا ارتبطنا بموسم العيد ففي حاجات كتير اتكروتت. وعشان اكون صريح معاكم انا كنت هدي الفيلم 6 من 10، بس عشان انا عارف الاطفال دول مرهقين ومتعبين قد ايه في التصوير، وكمان الاطفال دول زودوا واضافوا للفيلم، فانا هدي الفيلم 7 من 10 وبس كده. ما عنديش اي حاجه تانية اضيفها. اوعى تنسى بقى تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتشترك في القناه عشان تساعدني اكبر، انا مش اكبر غير بيك انت وبدعمك انت. وشكرا ليكم على متابعتكم ليا، اشوفكم على خير في مراجعات تاني جايه كتير. انا بابا يلا.